أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، أخبار زينة. الشمس العشية طلعت. بريطانيا والاعتراف بالصحراء المغربية. الصدمة بريطانيا بردي بردي دخلت للصف. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن خطة الحكم الذاتي المغربية هو الأساس الأمثل لحل النزاع المتعلق بالصحراء. الراجل قال إنه بلاده بتدعم مغربية الصحراء وأنها الحكم الذاتي هو الخيار الأكثر مصداقية. خبر تسونامي، خبر قنبلة، خبر خطير. بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن من بين 5 يعترف بسيادة المغرب على صحرائه. 3 دول دائمي العضوية في مجلس الأمن يعترفون بمغربية الصحراء. سي ناصر بوريطة يلاه كان في سوريا كيسدك المكتب ديال البوليزاريو. بوريطة كيجيب لنا اعتراف ديال بريطانيا بالصحراء المغربية مع الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. كي درتي ليها السي ناصر؟ انت ما عندك الويكاند، ما عندك العطل، ما عندك خدام من الطياره للطياره، من المطار للمطار. ما كاينش الضحك، ما كاينش اللعب، داير تحول تاريخي. يعني الاعتراف ماشي غير سياسي، بل هو غيتحول التزام اقتصادي. يحط استثمارات في الصحراء المغربية ب5 مليار دولار. عرفتوا شنو معنى هذا الشيء ولا لا؟ راه اليوم يوم تاريخي، اليوم يوم تاريخي. ولكن ضروري نديرو شي طليله عند الجيران. كي كيقول المثل المغربي: الفرحة في داري والبكا عند جاري. الرقاد ما كاينش هاد الليلة في العالم الآخر. ولكن العجيب والغريب أن المخزن يروج على أن هذه إنجاز دبلوماسي وسياسة خارجية عملاقة، وهي يعني الريح في الشبك، الريح في البريمة. يعني ايش غدير الجيران والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الصحراء لا يقرر مصيرها إلا الصحراويين. لا ممكن حكم ذاتي والو، كاين تقرير مصير، كاين استفتاء. وعسل خوتي الجزائريين ما كاش منها، ما كاش منها، ما كاش منها. عارف بان غتقولوا ما كاش منها. ناري بوريطة هاد النهار خلى الجزائر بلا نعاس. ناري بوريطة هاد النهار يوصلهم 2 المليون، ما يبقاوش 1.5 مليون، 2 المليون هاد النهار. راه غير بداو غيسمعوا هاد الخبر هما بداو يخرجوا الإشاعات. هذا وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا جديدا لمواطنيها من السفر إلى المغرب. دخلنا عليك والله. أصدر بريطانيا تخصص تحذيراتها لمواطنيها إلى ضرورة توخي الحذر والبقاء على أهبة الاستعداد. يخرطون ويكذبوا ويقول لك بريطانيا حضرت رعاياها من السفر إلى المغرب. ويلي انت فين قالت ثاني هاد بريطانيا؟ هادي راه ماشي سلوغية. وشنو هي؟ دوبيرمان. الإعلام الكرغولي بقى ده جاب الكلام ده منين؟ أنا مش عارف. قال لك يا سيدي بريطانيا يا بريطانيا تحذر مواطنيها من زيارة المغرب. كيفاش وزارة الخارجية بريطانية كدير تحذير لمواطنيها وكيجي وزير الخارجية شخصيا كيجي للمغرب؟ والله ما شفت، ربي بيفشلكم بالضربة القاضية هكذا، سبحان الله. بريطانيا تحذر رعاياها من زيارة المغرب، لكن وزير الخارجية البريطاني ما عنده حتى مشكل في الموضوع. يلا ساقط الوالدين. ومباشرة تخرج جمهورية البيانات FC كومونيكي. قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الجزائر أخذت علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة، معربة عن أسفها لقيام المملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي. ايوا يا تبون معليش، يا تبون معليش. أخذت الجزائر علما وتعرب الجزائر عن أسفها. هذا هو الرد يا أخي. بيان يتيم من وزارة الخارجية تعرب عن أسفها وكذا كذا وشغل حقرتونا وكذا. هذا هو البيان. نتأسف، تنخصيص كتغبن. نندد ونستنكر ونشجب ونرفض. دولة أين أبي تتغبن وتتنخصص.
عاود من بعد نستغربوا، عاود المرادفات ديالها نستغربوا ونستعجبوا. مش عيب بعد كيجيك واحد يقول لك الجزائر دوله اقليميه والجزائر منتصره، هنا الدين وجهكم ودين نهار اللي عرفناكم فيه. وشوفوا لي تحت اش كاتب، شوفوا التناقض ديالهم. كتقول لك في الاخر ولا يعتبر هذا القرار الذي اتخذته بريطانيا دعما للمغرب. كده بالطريقه دي اللي هو يديهم جمل كده عبثيه مبعثره، والقرقور في عقله بيدورها زي ماكينه الصابون كده يدوخ ما يفهمش حاجه. صافي البوراديه تخربقوا الوراق ديالهم، ما بقاو كيعرفوا منين يبداو منين يوخروا. معناتها تخبط عزله تاريخيه للنظام الجزائري، لم تبقى الا البيانات الانشائيه الفارغه من جمهوريه البيانات او من بيانستان او نظام لا وزن لا هيبه لا مواقف. انا ننتظر انه ممكن استدعاء السفير البريطاني وممكن غلق السفاره البريطانيه وطرد السفير، يقولوا له انت غير مرغوب فيك وطز في بريطانيا المملكه المتحده، وممكن كل شيء متوقع، كل شيء متوقع من حكومه توحد. ولكن الاخوان الغريب في الامر، انا الحاجه اللي محيرتني اقسم بالله اللي راهي محيرتني هاد البوليزاريو ما عندهمش وزاره خارجيه تصدر بيان. عادوا بعد عادوا خلاص، بهدلتونا غلقتوا علينا، ما كاش واش ما درتوش، روحوا خطونا الله لا تربحكم. وهذه الاهداف اللي سجلتهم المغرب في فترات قصيره خلال سنه حققت انتصارات عظيمه. الدبلوماسيه المغربيه نعم. الفرق بيننا وبينكم بان حنا لهيه وانتم راه مازال لتحت. واحد عطاي طيف راه قهروه مسكين مع هاد الصهد، انا كاين غير نقز من هنا نقز من هنا غادي يصيفطوه لبريطانيا. حال السعطه في هاد الايام تجري حبيبي لا ما فيك ما يجري. قريب تسمعوا شي سكته قلبيه عند داك المسخور، واش يباني هو كيصيفطوه من هنا من هنا من هنا بداك الصبيبيط. 50 عام 50 عام يا جدك وانتم تصرفوا على البوليزاريو صرف صرف صرف، في التالي في 2025 بقيتوا بوحدكم. قضيه منتهيه، لم يبقى الا النظام الجزائري للبكاء والنواح. اقولها بكل حسره والم، فشل الدبلوماسيه الجزائريه. يعني جاتهم واحد الدقه ما فهموا حتى حاجه، جات داكشي يعني تخربقوا الاوراق ديالهم. ولا يستطيع الاعلام المكبل عندنا او اعلام الزريبه انه يقولها. السيد ناصر بوريطه تحياتي من هذا المنبر وتحياتي للدبلوماسيه المغربيه. ولا عزاء لهوكستان، الصحراء مغربيه.